اهلا بيكم في حلقة جديدة من ترندات وبس. النهاردة هنكمل معاكم تفاصيل قضية البلوجر هدير عبد الرازق اللي شغلت السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بعد ما ظهرت في فيديو وهي بتتضرب وبتتسحل داخل شقة، واتقال ان الشخص اللي ظهر في الفيديو هو طليقها. لكن الجديد بقى هو موضوع التصالح. المحامي هيثم بسام دفاع طليق هدير طلع في تصريحات وقلب الحرف حتى اللحظة دي مفيش تصالح رسمي، بس في محاولات من وسطاء علشان يتم تصالح ودي والتنازل على البلاغات. يعني اللي اتقال على النت على انهم اتصالحوا رسميا مش حقيقي، لكن في كلام ومفاوضات شغالة ما بين الطرفين، ولو اتفقوا على الشروط ممكن يكملوا اجراءات التصالح قدام النيابة. وفعلا النيابة العامة في القاهرة الجديدة بدأت تستمع لأقوال هدير وطليقها في البلاغات اللي كل واحد فيهم قدمها ضد التاني. لكن المفاجأة الأكبر إن النيابة قررت التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق. طب ليه؟ لأن في حكم قضائي غيابي صادر ضدها بالحبس لمدة سنة بسبب 11 فيديو فاضح النيابة لقيتهم على موبايلها وقت القبض عليها. وده مش حكم جديد، لأ، ده تأييد لحكم سابق من المحكمة الاقتصادية بحبسها سنة كاملة مع الشغل وغرامة 100,000 جنيه بتهمة نشر محتوى غير لائق وخادش للحياة. التحقيقات قالت إن هدير كانت بتنشر فيديوهات فيها إيحاءات وحركات غير مناسبة بهدف زيادة المتابعين وجني أرباح، والنيابة أثبتت إنها كسبت حوالي 1486 دولار من البث المباشر للفيديوهات دي. والمحكمة قالت كمان إنها بتستغل الحركات دي علشان تعمل ضجة وتحقق أرباح، وعلشان كده الحكم كان صارم. وفي النهاية حتى لو تم التصالح بينها وبين طليقها لسه عندها قضية كبيرة بسبب الفيديوهات اللي المحكمة شايفة إنها بتنشر الفسق والفجور وفيها حكم نهائي بالحبس. وفي النهاية قولوا لنا في الكومنتات، هل شايفين إن المحتوى اللي بعض البلوجرز بيقدموه فعلا يستاهل العقوبة، ولا دي حرية شخصية طالما الجمهور بيرضى يتفرج؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناة ترندات وبس وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم قريب في فيديو جديد. سلام.